بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة الصديقتين. النهاردة احنا هنعمل السلسلة ديت للاهتمام والعناية بالشعر. أول حاجة هنتعلمها هي ازاي اعمل حمام كريم للشعر، وايه هو النوع المناسب لشعري. النهارده انا بقدم لكم، بالنسبه لي انا بستخدم حمام كريم بونويل، يعني من ايام ما كان عمري 18 سنه. تمام. الحمام ده ممتاز جدا للشعر، لجميع انواع الشعر وخصوصا الشعر الجاف. طريقه الاستخدام سهله جدا وبسيطه. اول حاجه انت بتكوني غاسله شعرك ومنشفاه، دي اول خطوه. تاني خطوه انت بتجيبي حمام الكريم بتاعك وبتحطي منه شويه كويسين على ايدك، وبتبداي تدلكي فروه الشعر كويس جدا. يعني بتحاولي على قد ما تقدري ان بتوصلي حمام الكريم لجميع جذور الشعر بتاعتك. دي تاني مرحله. تالت مرحله بتاخدي كميه من حمام الكريم وبتبداي تدلكي اطراف شعرك كويس جدا جدا جدا، لان الاطراف ديت بتبقى هي يعني بيكون فيها ظاهر عليها التلف والتقصف بتاع الشعر. بتبداي تجمعي شعرك زي كعكه كده من فوق، بتلبسي البونيه بتاعك بتاع الحمام، وبعد كده قدامك حاجه من الاتنين. اول حاجه بالنسبه اللي عندها الاستشوار بتبدا تشتغل بالاستشوار 10 دقايق على شعرها وهي لابسه البونيه، ماشي، واللي هي على الدرجه المتوسطه، لا الدرجه اللي هي الحراره العاليه ولا الدرجه اللي هي المنخفضه. تمام. بالنسبه ده كلام للي عندها استشوار. بعد ما بتخلصي بالاستشوار بتبداي تسيبي البنيه على شعرك لمده 10 دقايق تانيين، لغايه لما تحسي ان الشعر خلاص السخونه بدات تروح منه. وبعدين بتدخلي الحمام بتاعك، تاخدي الشاور بتاعك عادي وبتغسلي شعرك، وتحاولي على قد ما تقدري تنزلي كل كميه حمام الكريم من على شعرك، ما بتسيبيش حاجه جوه شعرك. بعد كده بتبداي خلاص غسلنا شعرنا كويس جدا من حمام الكريم ونشفناه، بتبداي تشوفي. انا بالنسبه لي بحب استخدم يعني زيت زيتون، ماشي، بحاول ان انا ادهن بيه على خفيف خالص شعري. وبعد كده بشويه بتبداي اذا كنتي بقى بتلفيه طاقيه او بتعمليه ديل حصان او حاجه، بيبقى شعرك جميل جدا وملمسه بيكون ناعم وطري. بالنسبه للي ما عندهاش استشوار بتحط بردك بتعمل الطريقه هي بتاعه الحمام على شعرها، وبعدين بتلبس البونيه بتاعها وبتجيب اشارب. تمام. اظن كل البنات يعني الاشارب ده موجود عندنا في كل بيت. تمام. بتحطي البونيه على شعرك وبتربطي الاشارب ده على شعرك لمده نص ساعه، بحيث ان شعرك فايده بقى الشرب ده ان انا اربطه على شعري لمده نص ساعه، ان انا بسخن شعري بحيث ان حمام الكريم بيدخل في فروه الشعر كويس جدا. بعد كده بتفكي الاشارب من على شعرك، وبرضك بتسيبي البونيه على شعرك لمده 5 دقائق او 10 دقائق لغايه لما تحسي ان شعرك خلاص ما بقاش عرقان، وبتبداي تشطفي شعرك. وبتبدا اذا كنت تشطفي بردك كويس جدا من حمام الكريم. وبعد كده اذا كنت هتدهني دهان خفيف بزيت او بكريم اللي انت بتستخدميه، واذا كنت هتلفي شعرك او اذا كنت هتعمليه استشوار. وبعد كده يعني مع مرور الوقت هتحسي، هو من اول مره انت بتستخدمي حمام كريم بونويل بتحسي ان شعرك بقى طري جدا وفي لمعه جميله. مع مرور الوقت بتحسي ان شعرك كثافته بتزيد، بتحسي ان شعرك ما شاء الله لا قوه الا بالله بيطول. ودي كانت تجربتي مع حمام الكريم بونويل، ويا رب يكون الفيديو ممتع بالنسبه لكم. وما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، ويا رب نكون ضيوف خفيف على قلوبكم. ومع السلامه.